تورتة النهارده تورتة أحمد مامته كلمتني وبعتت لي صورة ديزاين كان كله عجينة سكر. قالت لي أنا عايزاكي تعملي لي نفس الديزاين دوت، حتى لو هيبقى بعجينة سكر أنا ما عنديش مشكلة، بس أنا عايزة يطلع نفس الديزاين بالظبط. قُلت لها: "تمام ما فيش مشكلة، نقدر إن إحنا كمان نصممه على الكريمة، مش شرط يكون عجينة سُكّر لإن كلّها طبقات ورق، ما فيهاش يعني أي حاجة صعبة أو أي مثلًا فكرة إن إحنا نعملها على عجينة سُكّر." لإن أنا مش باشجّع إن إحنا نعمل عجينة سُكّر إلا لمّا يكون العميل حابب عجينة السُكّر أو الdesign اللي هو مختاره يكون لازم إن إحنا نشتغل عليه عجينة سُكّر. فطبعًا أنا عملت لها كريمة هيوفّر معاها كمان في السعر، وفي نفس الوقت بيبقى محببة أكتر للناس عن عجينة السكر. طبعًا طلبت منّي التورتة مقاس 22 وحبِّت إن الكريمة يكون لونها سماوي فاتح، هي اللون مش واضح أوي في التصوير بس كان لونها سماوي فاتح، وزي ما أنتم شايفين التورتة كانت معايا نُص كريمة ونُص شوكولات، إحنا بنحط على الكريمة صوص فانيليا وباحط على الشوكولات صوص نوتيلا. جِبت عندي هنا التوبرات، أنا باروح أطبع التوبرات ديّة، أنا مش باجيبها جاهزة، في ناس كتيرة بتبيعها جاهزة، مش مستاهلة خالص إن أنا أجيبها جاهزة، لإن كده أنا باطبعها في مطبعة، المطبعة بتطبع لي ورقة كوشيه 300 جرام E4 بتطبعها لي ب5 جنيه، على حسب بقى أنتِ هتطبعيها فين، بس أنا باقول لِك لازم تطبعيها كوشيه عشان تطلع معاكِ التوبر كده ماسك نَفْسه، وبنلزّقها زي ما أنتم شايفين على عصيان خشبية أو شيش طاووق أو أي عصيان مثلًا زي الcake box برضه هتمشي معاكِ. أنا باطبع مثلًا لو أنا عندي الdesign هياخد صورة واحدة، باطبع مثلًا من الصورة 2 عشان باشوف أنهي الأنسب ليّا على حجم الكيك اللي أنا هاشتغل عليه. زي ما أنتم شايفين كده إحنا بنلزّقها بمنتهى السهولة على عصيان خشبية، تقدري تلزقيها كمان على عصيان الcake box لو مش متوفرة عندِك العصيان الخشبية. زي ما قُلت لكم برضه قبل كده الواير اللي هي السلوك الرفيّعة مش أحسن حاجة نستخدمها في حاجة تقيلة، يُفضّل إن إحنا نستخدمها في فراشات، في توبر مثلًا يكون صغيّر، لإن بعد كده في النقل والشحن الصورة بتتحرك من مكانها. أنا كده خلّصت التورتة وعملت عليها روزيتات كده بالكريمة، حبيت بقى أكتب الاسم ما رضيتش أكتبه بعجينة سُكّر، حبيت إن أنا أستخدم الشوكولات برضه، عندي مولد السيليكون باصُب فيه شوكولات وباعمل بيه الحروف زي ما أنتم شايفين كده حجمها صغيّر. طبعًا أحلى طريقة أنا لوّنت بيها الحروف أو الكِوَر اللي أنا باستخدمها كمان على الكيك لو أنا حابة إن أنا أعملها بدست كده، باجيب كيس تلاجة زي ما أنتم شايفين وباحط فيه شوية الدست والحروف أو الكِوَر اللي أنا حابة ألوّنها، وبتطلع معايا كلّها فيها اللون الدست من كل النواحي، دي أحسن طريقة أنا جرّبتها. ده كده كان شكل الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو كالعادة ما تنسينيش في اللايك والشير، وهاستنى رأيكم تحت في التعليقات، ولو عندِك أي استفسار سيبوه لي وإن شاء الله هارُد لِك عليه بنفسي. أشوفكم فيديو جديد، باي باي.